مشاهدي بي إن سبورتس، نتواصل معكم من خلال المساء الرياضي. نصل لمحطة كأس أفريقيا. العالم يترقب المونديال الأسمر في نسخة 30 في غينيا الاستوائية. سنتحدث عن أمور كثيرة، كيف هي الأجواء هناك في غينيا الاستوائية، وماذا عن المجموعة الأولى تحديدا. ولكن بداية مشاهدينا دعوني أرحب باسمكم بضيفي هذا الاستوديو. سعداء أن يكون معنا الكابتن فتحي المولدي، الإعلامي التونسي والناقد الرياضي في ذات الوقت. شكرا ماجد، شكرا على الاستضافة. عشان نعملوا كأس افريقيا حلوة. أكيد إن شاء الله. التنظيم ممتاز في الدوحة، إن شاء الله التنظيم يكون باهي في غينيا الاستوائية. أكيد هذا ما نتمنى. كذلك يسعد أن يكون معنا عبد الناصر البار، الإعلامي الجزائري. مرحبا بك كابتن، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قنوات البي إن سبورت. مساء النور. كباتن غينيا الاستوائية إذن على موعد مع التاريخ، تعود لتستقبل هذه النهائيات كما حدث نفس الموضوع منذ سنوات في التنظيم المشترك مع الجابون. الكأس الأميرة الإفريقية غيرت الوجهة من المغرب صوب غينيا الاستوائية. هذا الموضوع سميوها جريمة تحويل وجهة. نقف عند هذا الموضوع تحديدا. والله المرة الثانية 30 دورة أفريقية، ولكن الدورة 29 وقع تحويل وجهتها. كنت تذكروا الناس ربما عندها ذاكرة صغيرة، لأنه وقعت في ليبيا ودونك وقع تغيير الوجهة إلى جنوب أفريقيا. ثم المفاجأة الكبرى، لأنه كانت احتفالات وانتظارات كبيرة جدا بالمغرب. احنا بيدنا كإعلاميين كفرق ككل المشاركين كانت تحلم بكأس افريقية الدورة 30 في المغرب، لأنه كانت ستكون مؤكد مع التجهيزات الموجودة في المغرب، كانت ستكون روعة. أكيد سنتحدث عن كل هذه الأمور. هل من وجهة نظر كابتن عبد الناصر في هذا الجانب؟ نعم كابتن، والله نحن كنا نتمنى أن تكون البطولة يعني في المغرب، يعني أكيد كانت تكون بطولة جيدة، ملاعب جيدة، يعني حتى الجو كان يكون جميل، ولكن للأسف يعني حدثت أشياء يعني أخيرا وألغت البطولة يعني، وهذا شيء عادي يعني في كرة القدم. هي قصة الإيبولا، هي قصة فيروس الإيبولا. المغرب طلب من الاتحاد الإفريقي أن يغير الحدث الإفريقي لسنة بسبب موضوع الإيبولا. المغرب تخوفا من تفشي هذا الفيروس، ولكن الاتحاد الإفريقي كانت آراء أخرى. غير الوجهة من المغرب صوب غينيا الاستوائية، والأكثر من ذلك استبعد المنتخب المغربي من نهائيات كأس إفريقيا في نسختها 30. لم يعد الخوف من الحروب يتسلل إلى منازلنا أكثر من الأمراض المنتشرة في الآونة الأخيرة، والتي أصبحت تغير في قرارات اتحادات كبرى. فالمملكة المغربية أعطت شعبها أهمية كبرى، وطلبت تأجيل أفريقيا خوفا من المرض إيبولا الذي ينتشر بسرعة قصوى ولا علاج ثابت له، وأغلب حالاته كان مصيرها الموت ولا شيء سواه. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد رفض طلب المغرب تأجيل منافسات كأس إفريقيا للأمم لانتشار هذا الفيروس، بعدما أصر الكاميروني عيسى حياة رئيس الكاف على أنه من غير الجدي التعاطي مع مرض إيبولا بشكل مبالغ فيه، متهما المغرب بأنه اتخذ من الفيروس القاتل ذريعة للإصرار على طلب التأجيل. وكان رد الاتحاد الإفريقي صارما بأنه لم يسبق له أن أوقف أو أجل أو حتى عطل أي من دوراته منذ بداية المنافسات، معتبرا أنه أي تأجيل سيعيد مساهمة في تخريب عمل الكاف، وهو ما لن يسمح به مهما يكن السبب في ذلك. هذا الرفض وحرمان المغرب من المشاركة أثار ضجة واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي من جماهير مغاربية وعشاق كأس أفريقيا، من اعتبروا بأن القرار ظالم ولم يمثل الإنسانية. من جهتها دعت الكاف زوار غينيا الاستوائية على هامش كأس إفريقيا للأمم إلى ضرورة التيقن من أنهم يتمتعون بصحة عامة جيدة، على أن يتعاطوا بكل أريحية مع الإجراءات الصارمة التي ستتخذ في مداخل غينيا الحدودية دراء هذا المرض. إذن نقف عند هذا الموضوع. كابتن فتحي، ربما أشرت لنقط مهمة. الكل كان يترقب أن تكون هذه النهائيات في المغرب في ظل الإمكانيات الكبيرة، في ظل البنى التحتية، الموقع الاستراتيجي للمغرب، وكذلك ثقافة المغرب في هذا الجانب، على اعتبار بأنه يمتلك أدوات الدولة التي بإمكانها أن تقدم بطولة استثنائية. موضوع الإبعاد يتمثل في موضوع الإيبولا. هل أنت مع الطرح المغربي نظرا للرغبة الكبيرة لهذا البلد في تفادي توافد عديد الجماهير من القارة السمراء، وأنت تعرف خطورة فيروس الإيبولا؟ أنا لا أسمح لنفسي أن أناقش قرار سيادي، وهو قرار سياسي، ولكن ما ألاحظه هو أن الشعب المغربي، كرة القدم المغربية، المسؤولين في المغرب، الملاعبية في المغرب،
الناس الكل حسرة كبيرة وكبيرة جدا. الإيبولا أنا عندي موقف خاص من هذا الموضوع، وهو أنه أظن أن السلطات المغربية تسرعت نسبيا في اتخاذ القرار بصورة أحادية وغريبة نسبيا في توقيت غير مقبول. ربما في الفترة هذيك أستاذ ماجد كانت إيبولا متفشي، جات في فترة ما كثرت، فكان على المغرب ربما استشارة الاتحاد الافريقي، ربما استشارة منظمة الصحة الدولية. فأظن أنه بمعنى أن المغرب أساس على المقاطعة ربما في موضوع التأجيل تأخر في الإعلان عن موضوع التأجيل. بالطبع تأخر في الإعلان في موضوع التأجيل أولا. ثانيا أعطى حجم كبير لهذا الفيروس، وكان الخوف ربما مبالغ فيه نسبيا. أنا أتفهمه ولا أسمح لنفسي مناقشة، لأنه أمام خيار بين سلامة البشر وكرة القدم لا وجود لخيار. سلامة البشر قبل كل شيء. فالسلطات المغربية اختارت سلامة الشعب المغربي، سلامة الوافدين على المغرب، وبالتالي لا يمكن لي مناقشته. ولكن في نظرة ثانية، في درجة ثانية من التحليل، أظن أن السلطات المغربية تسرعت نسبيا في اتخاذ القرار أحادي بصورة منفردة ثم بصورة مفاجئة. كابتن عبد الناصر، هل من إضافة في هذا الجانب؟ والله كابتن، أنا يعني مثل ما قال الزميل فتحي، بالنسبة للقرار الدولة المغربية يعني كان قرار عقلاني بنسبة كبيرة جدا، لأنه هذا مرض فتاك، يعني لو يصيب يعني أيا كان يعني راح يشكل خطوره، خاصه وانه المغرب يعني بلد سياحي، نعرفوا انه يعني معظم اقتصاده يعني من السياحه. لو يسجلوا يعني حاله واحده ممكن ياثر يعني على السياحه المغربيه وياثر بشكل كبير على البلد. انا نظن انه يعني السلطات المغربيه اتخذت قرار يعني نقول 80% يعني ايجابي، يعني ولو انه مثل ما قال الزميل فتحي يعني كان الموضوع انه ممكن السلطات المغربيه او الاتحاد المغربي كان يعني يعلن مسبقا يعني قبل شوي، لانه خلى يعني ظرف قصير جدا عن انطلاق البطوله واعلن هذا، وبالتالي يعني اخلط بعض اوراق الاتحاد الافريقي. يعني انا اللي يؤلمني كتونسي وانه نعرف الشعب المغربي ونعرف التحضيرات ونعرف الانتظارات من هذه الكأس ونعرف الانتظارات نتاع الملاعبين المغاربه والفريق المغربي، وبالتالي خيبة أمل كبيرة وكبيرة جدا. المنتخب المغربي يلعب منذ يومين أو ثلاث مقابلة ودية، كانت حضور جماهيري فرق المشاركة وقت اللي تلعب مقابلات ودية ما جهاش نفس الحضور الجماهيري. تصور لو كانت البطولة وربحت 6، يظهر ربحت 6 في مقابلة ضد البنين، والملاعبية المغاربة عندما وقع استجوابهم، ما تفرجش في قناة البين سبورت، عندما وقع استجوابهم كلهم قريب باش يبكيوا، معناها حسرة على، لأن فرصة تاريخية. ثم ما أخشاه أستاذ ماجد، وهذا ما أخشاه، والعقوبة لا تقفوا عند هذه، لأنه القوانين صارمة، قوانين الكاف لا تقفوا عند هذه المشاركة. ما أخشاه إذن، وأنه جيل ربما كامل من اللاعبين الرائعين الممتازين المغاربة لا يمكن لهم في يوم ما أن يلعبوا كأس أفريقيا. دعنا نقف عند نقط. هناك ربما أولويات بالنسبة للاتحاد الإفريقي، موضوع الماركتينج، مسألة العقود الخاصة بالبث التلفزيوني، مسألة العقود الخاصة بالإعلانات، أمور كثيرة. والمحور الاقتصادي ربما في أولويات لم يكن ربما الدرجة الأولى في حسابات الاتحاد الإفريقي. أول أولويات الأمور المالية، لأنه الكاف تعيش بالمداخيل هذه، والكاف بالنسبة لها مع الأسف احنا نراوها تظاهرة لتلاقي الرياضيين وتلاقي الشعوب، هم يراوها التظاهرة فيها حساب بنكي، فيها أرقام مالية. هذا الفرق ما بين الكاف. ولكن في نفس الوقت ما نحبش نلوم برشا الكاف، رغم عندي لوم كبير وشديد عليه، لكن في نفس الوقت لا خيار للكاف، لأنه الأصوات تتعالى. اليوم كلود دروا يهدد، اليوم كلود دروا قال لن أمنح أي هدية لفريق غينيا الاستثنائيه، لانه ما فماش ملاعب، ما فماش تدريبات، ما فماش نزل. لماذا؟ وكلامه معقول، رغم اللي انا عندي موقف من كلود دروا، لكن كلامه معقول جدا. شو يقول كلامه؟ في كلمه: انا لن امنح اي هديه للغينيا لانها قبلت ان تنظم، بما انها قبلت تتحمل مسؤوليتها. انت تحدثت عن مرجعيه في الفرنسي الذي يعشق القاره السمراء، هي قصة عشق منذ سنوات، سنتحدث عن هذه الأمور. ولكن كما أشار الكباتن ربما نترقب كيف ستكون النهائيات، كيف تترقب إفريقيا الحدث، ماذا عن غينيا الاستوائية البلد، كيف هي المدن هناك،
وماذا عن الأجواء وماذا عن الملاعب والبنى التحتية؟ دعونا نتابع. تحتضن غينيا بمدنها وملاعبها أهم بطولة على قلب إفريقيا، كأس الأمم الذي يتنافس عليه حوالي 16 منتخبا. مدن فرشت ورودها بسرعة حين وقع الاختيار على غينيا بدلا من المغرب، لتكون المدن الأربعة مالابو وباتا ومونغومو وإبيبيان تستعد لاستقبال العرس الإفريقي. ملعب مونغومو يتسع لحوالي 15,000 مشجع. شهد هذا الملعب عمليات الترميم والإصلاحات سواء في الملعب الرئيسي أو الغرف الداخلية للاستاد والخاصة بمنتخبات المجموعة الثالثة الجزائر، غانا، جنوب إفريقيا والسنغال. أما ملعب باتا فيتسع لحوالي 35,000 متفرج. شهد سابقا على حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية عام 2012 وسيكون المسرح الأساسي لمباريات المجموعة الأولى. وننتقل إلى مدينة مالابو التي تضم ملعبا يتسع لحوالي 15,000 مشجع، وهو ملعب متعدد الاستخدام غالبا ما يتم استخدامه لمباريات كرة القدم، ويعتبر الملعب الرسمي الذي يخوض فيه منتخب غينيا الاستوائية مبارياته الدولية. أما الملعب الذي سيستضيف مباريات المجموعة الثانية هو ملعب إبيبيان. لم يمر على انتهاء هذا الملعب سوى أشهر عدة، حيث استكملت أشغال البناء في الصيف الماضي، وتم اختيار الاحتفال بالذكرى 46 لاستقلال غينيا الاستوائية. لكن رغم حدثته والأموال التي صرفت عليه، إلا أن الملعب لا يتسع سوى لحوالي 5,000 متفرج. السؤال المطروح: ماذا عن غينيا الاستوائية وكيف يترقب طبعا العالم هذا الحدث؟ نعرف قيمة وثقل كأس إفريقيا على اعتبار المتابعة، على ثقل الأسماء التي تمثل أكبر الأندية في أوروبا. يكفي أن نتحدث عن أسماء بارزة، رقم قياسي مثلا لسامويل إيتو، هذا الأسد الغير المروض والذي حقق إنجازات كبيرة مع المنتخب الكاميروني، يا توري وما يفعله مع السيتيزنز، هذا الاسم الكبير. عديدة هي الأسماء التي مرت عبر بوابة كأس إفريقيا، طبعا ديدي دروغبا وأسماء وازنة. في ظل ثقل هذه الأسماء أكيد الصحافة العالمية تترقب، ترصد التفاصيل الصغيرة والكبيرة. هي مناسبة لنتحدث عن التواجد العربي من خلال منصور قرطاج. تود أن تحلق في هذا الحدث، المنتخب الجزائري الذي أبلى البلاء الحسن وكان رقم صعب في معادلة مونديال البرازيل. خلاصة القول، ربما التقرير وضعنا في الصورة. أنت كإعلامي كابتن عبد الناصر، كيف تتحدث تحديدا عن هذا الحدث وغينيا الاستوائية، لأنه المنعطف حدث منذ شهرين فقط، منذ أسابيع؟ بالنسبة كابتن الغينيا الاستوائية هي معروفة أنه هي دولة صغيرة في إفريقيا، ولكن تبقى هي منقذ للاتحاد الإفريقي في ظل الظروف التي حدثت فيها وتم سحب البطولة من المغرب. يعني أنا نظن أنه أي دولة كانت، حتى وتكون ألمانيا، حتى وتكون فرنسا، أنه تستضيف بطولة في آخر شهرين من انطلاقتها أكيد راح تكون نقائص. هذا شيء مفروغ منه. يعني أنا أنتظر أنه راح تكون فيها يعني نقائص في تنظيم إفريقيا في غينيا الاستوائية. بالنسبة للملاعب، بالنسبة ممكن حتى مثل ما شفنا في 2012 لما نظمت غينيا الاستوائية مع الجابون، شفنا حتى في انقطاع في التيار الكهربائي، شفنا في ملاعب تدريبات مش موجودة. يعني أكيد أنا نظن لو تنجح غينيا الاستوائية في تنظيم كأس أفريقيا 60 ما بين 50 حتى 60%، يعني هذا كثير. يعني ما نظنش أكثر من هذا، لأنه صعب جدا أن تنظم. كنت أشرت في تدخل سابق موضوع السياحة، ونعرف ثقل المغرب في هذا الجانب إلى جانب عديد الدول كمصر، كتونس، كساوث أفريقيا. موضوع الفنادق وأمور كثيرة من خلال التغطية الإعلامية، الحضور الجماهيري. هل غينيا الاستوائية تحديدا استفادت من التجربة السابقة والنظام المشترك منذ 3 سنوات إلى جانب الجابون؟ لا، مبدئيا لا، لأنه كان نظام مشترك وكانت جانب فقط. ممكن تعرف كأس أفريقيا تعمل أقل من نصف نتاعها، مش كما تنظم كأس أفريقيا، مش نفس الميزان. لأنه تنجم تكون عندك زوز مدن كبرى تنجم تنظم نصف كأس أفريقيا، ما أنت مش تنظم كأس أفريقيا وقبل جزء. أنا مانيش متفائل تماما، لأنه الأخبار الواردة تباعا ويوميا أخبار كلها سيئة جدا. منها أنه غينيا الاستوائية تعلم الفرق المشاركة وأنه ماهوش ممكن باش تتحمل مصاريف التنقل نتاعها. منها وأنه غينيا الاستوائية تعلم الفرق المشاركة، حتى تونس بدت كامل برنامج التحضيرات نتاعها، لأنه كانت عندها مقابلة في الجابون ضد المالي، ولكن بضرورة الحضور يوم 14 في العاصمة بالذات لإجراء التلقيحات إلى آخره. الأخبار تتعلق بالنزل وبملاعب التدريب خاصة اللي منعدمة، يبدو أنها منعدمة تماما. في ظل هذا الكل
ربما رجعنا لكاس افريقيا عام 60 الان ولا عام 70 وقت اللي كانت بالابيض والاسود، لانه وقت اللي نعملوا كاس افريقيا في تونس او كاس افريقيا في المغرب او كاس افريقيا في جنوب افريقيا وكان كاس عالم مصغره. اليوم رجعنا بدرجه، ربما هالعامل هذا يجعل بعض اللاعبين سيوش عندنا ملاعبيه كنت تذكرهم استاذ ماجد يلعبوا في مانشستر سيتي يا توري وغيره، يلعبوا في اكبر ويسكنوا في افخم النزل، اليوم باش يهبطوا الى الارض. ربما يرجعوا لهم جذورهم الافريقيه، لاني انا عندي موقف ايضا من اللاعبين الافارقه المشهورين اللي يلعبوا في اوروبا وقت اللي يجيوا لكاس افريقيا ما عندهم حتى احترام، كنت تراهم فوق الميدان انا شخصيا لاحظته ما عندهم حتى احترام للمردود اللي قدموه. تراه في مانشستر سيتي يعمل معنا احسن لاعب في العالم تقول، ثم تراه مع الفريق الكوت ديفوار هذا مثال فقط، وانه يلعب وكانه. في ظل الحديث عن هذه الامور ما دمت اشرت للاسماء الافريقيه التي تلمع مع عديد الانديه الأوروبية، ربما في آخر مباريات التصفيات الخاصة بكأس إفريقيا ربما دفع سالومون كالو الفاتورة غالية لاعب هرتا برلين، عندما عاد وجدناه في دكة البدلاء وهو لاعب يمتلك الإضافة النوعية ويصنع الفوارق، وربما عانى كثيرا قال لود أن أكون احتياطيا وأمتلك الأدوات لأقدم الإضافة النوعية لهرتا برلين. ربما هناك حسابات لكل مدرب في ظل رحيل هذا الاسم لفترة تتجاوز مثلا الأربعة أسابيع قرابة الشهر، قد يدفع الفريق الفاتورة غاليا في ظل افتقاد اسم كان سالفا يقدم الدعم وربما يساهم في نجاحات الفريق. نعم كابتن، بالنسبة خاصة مثل ما تكلم يعني الزميل فتحي، اللاعب الافريقي لما تشاهده في النوادي الاوروبيه يقدم يعني ما شاء الله، لما ياتي مع منتخب بلاده في اي بطوله افريقيه ما نشاهد ولا شيء. والدليل كوت ديفوار، يعني كوت ديفوار تشوف فيها اكثر من 22 لاعب يعني كلهم نجوم ما شاء الله، ولكن لما تاتي يعني يمشي للدورة الثاني يمشي الربع نهائي يعني وينهزم. نفس الشيء حتى ما نتكلموش على الدول الافريقيه فقط، حتى نحن نتكلم لك مثال المنتخب الجزائري، انا اقول لك في لاعيبه جزائريين ما يمدوش 100% لانهم يخافوا على مكانهم تضيع في نواديهم، يخافوا من الاصابات، يخافوا من كل شيء. ولعل اخر مباراه ضد المنتخب التونسي انا شاهدت يعني لاعبين ما مدوش يعني وش هو مطلوب منهم. ممكن أنا نعطيهم ممكن عذر أنهم خايفين أنهم قبل البطولة ممكن يضيعوا البطولة بالإصابات، ولكن نتمنى أنهم يمدوا كل ما عندهم في بطولة كأس أفريقيا في غينيا الاستوائية. هم راهم ضحايا، راهم كي تشوف الملاعبيه نتاعنا اللي يلعبوا في البطولات الاوروبيه راهم ضحايا. معناها احنا نقولوا بالتونسي منا تكوي ومنا تشوي، معناها بين نارين، لانه في نفس الوقت عنده امتيازات كبيره في الفرق نتاعو وربما التهديدات. احنا عندنا يوهان توسغار اخر لاعب تونسي جنسناه اعطيناه الجنسيه التونسيه، ولكن فريق لونس وهو هداف وتونس تفتقر لمهاجمين، تو نرجعوا تباعا في الحصص ونحكيو بالجزئيات ولكن هدوا فريق لونس انه لو تمشي فما عادش تلقى المكان نتاعك. دونك الملاعبيه، ولكن انا نقول فما قانون في العالم الحمد لله، فما قانون الفيفا وانه يمنع عليه فريق وانه يحجز لاعب باش يشارك مع الفريق نتاعو مع البلاد نتاعو. فما واجب وطني، ولو اني انا ضد الوطنيه وكذا، ولكن فما واجب وطني. كاس افريقيا الناس كل تستنى باش تجي باش دونك الملاعب تلقاه في جحيم. احنا حتى نتذكروا الملاعبيه الكبار الشخصيات الكبيره يبدا يلعب ويعرف انسحاب والطياره ما زالت تدور معناها نتاع الفريق نتاعو، تستنى وقتها الزفاره النهائيه والانسحاب باش يغادر. معناها انا نقول ماناش قاعدين نحترموا برشا في كاس افريقيا، لان مشكله احترام. كاس افريقيا جديره باحترام كبير، وربما من اول الاسباب اللي خلت كاس افريقيا مش جديره بالاحترام هي الكاف بيدها، هي الكونفدراليه الافريقيه بيدها، بتوقيت التنظيم، باللخبطه، كل 3 سنين، كل عامين، كل كذا، ثم عشنا 2012 و2013 وكأنها بطولة محلية كأس افريقيا. معناها في ظرف أقل من عام نعملوا 2 بطولات افريقية. معناها فما احترام، فما مصداقية. احنا أول الناس باش تحبوا الناس يحترمونا في أوروبا، نحبوا مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وغيره يحترمونا، لازم نحترموا رواحنا. والكاف مع الأسف في هذا ما لعبش دور باهي باش تخلينا نحترموا رواحنا. جميل. هي مناسبة نذكر بالمنتخبات المشاركة في هذه النهائيات كأس افريقيا في نسختها إذا 30. بالنسبة للمجموعة الأولى منتخبات غينيا الاستوائية، الكونغو، الغابون ثم بوركينا فاسو.
نتحول للمجموعة الثانية والتي تتألف من منتخبات زامبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ثم جزر الرأس الأخضر وتونس. وفي المجموعة الثالثة منتخبات غانا، السنغال، ساوث أفريكا والجزائر. فيما تضم المجموعة الرابعة منتخبات كوت ديفوار، غينيا، الكاميرون ثم مالي. في الظاهر يبدو الأمر سهلا، ولكن في الباطن طموح يتخطى كل الأدوار الهامة في كأس إفريقيا للوصول للمراتب العليا. المجموعة الأولى تبدو هي الأسهل ربما لصاحب الأرض منتخب غينيا الاستوائية الذي يملك أفضلية مساندة الجماهير، لكن يتوقع أن تواجه الدولة المضيفة مهمة صعبة حينما تفتتح مشوارها أمام الكونغو. ووضعت غينيا الاستوائية على رأس المجموعة متواضعة المستوى والخبرة، ستوفر الأمل في تكرار ما حققته قبل 3 سنوات عندما بلغت دور الثمانية. أما منتخب الكونغو فرغم تتويجه باللقب الإفريقي قبل أن تبدأ منتخبات عديدة مشاركتها في بطولة كأس الإفريقية لكرة القدم، يبدو بمثابة فريق مجهول للكثيرين، وسيعتمد على الخبرة العريضة لمديره الفني الفرنسي كلاود لوروا الذي سبق له تدريب منتخب الكاميرون والسنغال وغانا والكونغو الديمقراطية. يبحث منتخب الجابون عن إنجازه القاري الأول مع وقوعه هذه المرة في مجموعة سهلة المنال، آملا في ترك بصمة أفضل وبلوغ المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخه. ويستهل المنتخب الجابوني بقيادة مديره الفني البرتغالي جورجي كوستا مسيرته في البطولة بمواجهة المنتخب البوركيني. من جهته لا يحظى المنتخب البوركيني بتاريخ كبير على الساحة الإفريقية، ولم يسبق له الوصول للمربع الذهبي ببطولة كأس الأمم سوى مرتين، واضعا آماله على المدرب الفريق البلجيكي بول بوت الذي قاد الفريق للفوز بلقب الوصيف في النسخة الماضية من كأس إفريقيا ليحصل على فرصة جيدة لقيادته في البطولة المقبلة. تقرير وضعنا في الأجواء الخاصة بهذه المجموعة الأولى. نقف عند المعطيات التاريخية. ربما لم ينجح أي منتخب في هذه المجموعة من معانقة اللقب سوى منتخب الكونغو، حدث ذلك منذ عام 72 منتخب الكونغو برازافيل. ماذا عن طموحات تحديدا بالنسبة لغينيا الاستوائية؟ هناك مدرب جديد، طبعا الجماهير دائما تمني النفس بأن يكون المنتخب المضيف قادر على أن يسعد الجماهير، وقد تكون الطموحات ربما تجاوز دور المجموعات. حقق ذلك منتخب غينيا الاستوائية، ولكنه ودع المنافسات في الدور الثاني في النسخة التي استضافها مناصفة مع الجابون. ما الذي تغير تحديدا في غينيا الاستوائية بعد 3 سنوات؟ هل اكتسب هذا المنتخب ثقافة من نوع آخر؟ هل ربما كانت التجربة السابقة قد أعطت ربما جوانب معنوية لنرى ربما الوجه الآخر لهذا المنتخب في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها غينيا الاستوائية؟ ربما فريق يفتقد للخبرة، ولكن الموعد يحتم ويفرض على البلد المضيف أن يظهر بالصورة المطلوبة. نعم كابتن، بالنسبة للمنتخب غينيا الاستوائية أنا أظن أنه منتخب ما كانش معني بالبطولة، يعني كان خارج البطولة. بعد ما تم استضافة البطولة يعني جت وكأنه هدية من السماء. يعني اليوم أنا أظن أنه منتخب غينيا الاستوائية عنده يعمل الأرض والجمهور. ممكن هي أسابيع فقط التي استعد من خلالها. أكيد هو يعني جاته كهدية من السماء، يعني هو ما كان معني بالبطولة أبدا، ولكن يعني ممكن أنه يستغل هذه الفرصة. عامل الأرض أنت تعرف، يعني عامل الأرض والجمهور ممكن يساعده كثيرا. يعني إذا تأهل للدور الثاني راح يكون شيء كبير، يعني ومش مطالب كثيرا يعني منتخب غينيا الاستوائية بالنظر يعني للإمكانيات بتاع الفريق. هل هذا هو الهدف الدور الثاني؟ بالنسبة لي أنا يكفيه فخر وأنه ينظم مسألة التنظيم. علاش؟ سبب بسيط جدا. أنت تنظم نهائيات كأس أفريقيا في بلادك، تعرف آخر فريق من 16 اللي بعث القائمة متاع ال 23 لاعب في آخر لحظة تقريبا في الوقت الإضافي هو فريق غينيا الاستوائية. 2، هل يعقل بلاد تنظم كأس أفريقيا على الميدان متاعها يوم 31 ديسمبر الجامعة الغينية تقرر انهاء التعاقد مع المدرب، وقعدوا لمدة أسبوع بدون مدرب، والآن جابوا مدرب عنده أسبوع. المدرب اللي جاء عنده أسبوع. مدرب منين؟ المدرب من الأرجنتين. تو يفهم منها حاجة أفريقيا. من قبل على الأقل جانب اللغة قد يكون جانب مهم. جوجوتشيا وأنت تعرف قيمة هذا المدافع، وبالذكريات القديمة مع ديغو أرماندو مارادونا عاش التجربة مع منتخب غينيا الاستوائية. ماذا عن المدرب الجديد في هذه المدة التي أشرت بأنه صعب الأمور؟ علاش قلت يستحيل؟ بالنسبة لي أنا أتمنى
للفرجه، وانه الفريق اللي ينظم الدوره يكون موجود، لانه الجماهير تغادر، الفريق المنظم ينسحب تغادر. اتمنى ان يبقى، ولكن التمنيات في واد والمستوى في واد، ثم الميدان والجماهير يا حسره. هذا قبل في العام 60 و70 الميدان والجماهير يأثر، اليوم الكرة هي اللي تأثر. أشرت لنقطة مهمة، مسألة هل بإمكان المدرب في ظل هذه الأسابيع ربما أيام قليلة قادر على أن يصنع التوليفة؟ ربما بالنسبة للقاسم المشترك ما بين الجابون وغينيا الاستوائية التنظيم في النسخة السابقة. اليوم هناك منتخب جابوني برهانات كبيرة في هذه المجموعة التي تضم كذلك غينيا الاستوائية. اكيد يا كابتن، اكيد راح تكون منافسه كبيره بين المنتخب الجابوني والمنتخب غينيا الاستوائيه، على اعتبار انهم يعني اقليميا دوله متجاورتين يعني اكيد. ولكن انا نظن يعني مثل ما قال الزميل صعب جدا على المنتخب غينيا الاستوائيه انه يعني غينيا الاستوائيه اي شيء راح يجي في البطوله هذه وفائده اليه. الجابون عاشت ذكريات جميله مع اسمه اوباميونغ لاعب بروسيا دورتموند، النتائج ليست بتلك الطموحات في ظل الارقام السلبيه التي يقدمها فريق بروسيا دورتموند. ما الذي يختلف مع اسم بهذه الاضافه؟ وكثيرا ما نوه يورجن كلوب بقيمه هذا اللاعب. لاعب رائع، لاعب رفع الجابون وحده في كاس افريقيا 2012، وكاس افريقيا 2012 الجابون قدمت مستوى ممتاز جدا ولم تنسحب الا بضربات الجزاء، وبالتالي نعتبر انه جابون مستوى اعلى من فريق غينيا الاستوائية. نقف كذلك عند نقطة مهمة تتمثل في تواجد منتخب الكونغو برازافيل مع كلود لوروا، رجل الذي تحدثنا عنه كثيرا. الجميل في صراع المجموعة التي تأهل منها منتخب الكونغو الذي جاء ثانيا بعد ساوث افريكا، من خرج نيجيريا، قصة أجنحة النسور، الفريق الذي عانق آخر لقب مع ستيفن كيتشي المدرب الكبير، اللاعب الكبير الذي حقق أيام المجد الأيام الأخوالي مع أندرليخت. غياب نيجيريا ماذا يعني للكونغو؟ هل هذا حافز معنوي لأن يؤكد الحضور بعد أن أخرج نيجيريا؟ وقت اللي تخرج أحسن فريق افريقي ثاني بعد الجزائر، عمل كأس عالمية ممتازة جدا نيجيريا، ومقابلة ضد ألمانيا شهيرة اللي عمل مستوى رائع، ثم هذا محرز اللقب. ثم الكونغو، تعرف الكونغو عنده قصة غريبة جدا، وأنه عنده أقدم مدرب في إفريقيا ويعطيه الجنسية كلود لوروا، 8 كؤوس إفريقية حبيب، 8 كؤوس إفريقية، مع عنده 23 لاعب ما يعرفوش كأس إفريقيا، ولا واحد منهم يعرف كأس إفريقيا، معناه هو أقدم واحد وهما ما زالوا تلامذة معناه. دونك الفريق نتاع الكونغو عنده الامتياز الكبير هذا، وأنه طيح أقصى صاحب اللقب نيجيريا. الفريق هذا واجب الاحترام. هذه نيجيريا ربما خرجت على يد فرنسا، نعرف كيف كانت الأجواء تحديدا في المونديال. المنتخبات الإفريقية تقدم دائما الصورة الكبيرة كما كان الشأن بالنسبة لعدد المنتخبات، الجزائر، غانا في المونديال الأخير. نقف عند بوركينا فاسو باختصار. الخيول البوركينابية هل باستطاعتها أن تقفز عبر حواجز هذه المجموعة؟ كابتن، أنا في هذه المجموعة أرشح على الورق ورشح المنتخب بوركينا فاسو، اعتبارا أن منتخب بوركينا فاسو كان يعني وصيف بطل الدورة السابقة. منتخب بوركينا فاسو وصل إلى المباراة الفاصلة في تصفيات كأس العالم برازيل مع المنتخب الجزائر وسال له العرق البارد. أنا نظن أن المرشح على الورق في هذه المجموعة هو منتخب بوركينا فاسو. هل من إضافة كابتن فتحي؟ الإضافة العرق البارد عجبني أنا، إن شاء الله ما عملوش العرق السخون. أما لا، بوركينا فاسو الاستمرارية. شوف الكرة ما فيش مش علم كبير، نفس المدرب، نفس اللاعبين، 22 لاعب يلعبوا لبرا في بطولات أجنبية. اللاعب الوحيد اللي يلعب في بوركينا فاسو هو الحارس الثالث، هو موسى حارس الثالث، وبالتالي بوركينا فاسو ستكون من المفاجآت. ما عادش مفاجأة توصل النهائي، ما عادش دونك بوركينا فاسو في الطريق الصحيح كما قال خويا عبد الناصر. عبد الناصر، إضافة أخيرة. والله يا كابتن، أنا نتمنى أن تكون بطولة يعني جيدة في غينيا الاستوائية، يعني وتكون بطولة يعني مشرفة للكرة الإفريقية يعني، ونخرج من الأزمة، خاصة أنه يعني بعد الحادثة اللي صارت بالمغرب وإيبولا وكذا. أتمنى أن تكون بطولة جيدة مثل الكرة الإفريقية. ملاحظة فقط، هذه أضعف مجموعة، ولكن ريت الحديث نتاعنا على المجموعة هذه مبدئيا على الورق، مش على الورق حتى في الواقع أضعف مجموعة. المجموعات الأخرى مجموعات نارية، معناها إن شاء الله رغم كل هالعيوب ورغم بعض التشاؤم نتاعنا إن شاء الله كأس أفريقية رائعة. سنحاصر نيران المجموعات الأخرى من خلال القادم
كابتن فتحي المولدي الإعلامي التونسي والناقد الرياضي، شكرا جزيلا لكل هذه الإضافات. شكرا كذلك موصول للكابتن عبد الناصر البار الإعلامي الجزائري، شكرا على كل هذه الإضافات. أكيد إن شاء الله سنتواصل من خلال مواعيد قادمة إن شاء الله. وصلنا إذن لختام المساء الرياضي من خلال جلسة ناقشنا مع أمور كثيرة أهمت طبعا كأس آسيا، كرة اليد، رالي دكار، وكذلك كأس إفريقيا. سنواصل الرحلة من خلال سهرة الغد. هذه تحية كل فريق العمل مع أطيب المنى.